لا ماشي صحيح. المسجد الحرام وحده له صفة التضاعف والمضاعفة في الأجر، يعني هذه كميات الصلاة راه ما كاينه الا المسجد الحرام. إذا صليت في جامع آخر في مكة راه ما عندك الصلاة بحال صليتها في مكناس كيف. لكن الصلاة إذا صليتها في المسجد الحرام مع الجماعة ديال المسجد الحرام. علاش كنقول مع الجماعة ديال المسجد الحرام؟ لأن بعض الأحيان كتلقى الجامع عامر، بعض الأحيان لسبب من الأسباب كيجي إنسان متأخر صافي كيلقى البيبان تسدوا، ماشي تسدوا ولكن تسدوا بنادم. فإذا كتلقى الصف في الزنقة وفي الساحات العمومية وقدام الحوانت، شد الصف مع الناس إن شاء الله حتى في ديك اللحظة واخا راك خارج السور ديال المسجد فلك أجر من صلى داخل المسجد. اللهم إلا بنادم يعني عجبو يصلي على برا بالعجز، الجامع خاوي وجالس على برا، هذاك لا آخر وهو لا يصح فعلا. لكن مادام أن المضعمر فين ما جا الصف راك في الحرام وراك في الجماعة ديال المسجد الحرام إن شاء الله الرحمن الرحيم، وراه بنية الصلاة بإذن الله أنا إذن. كنبقاو إذن على هذه الوضعية حتى 8 ديال الحجة. الليلة ديال غدا 8 ديال الحجة راه كيخبروكم الوكالات ديال الحج والوزارة، الناس المسؤولين كيقول لكم إذا غدا تهيئوا راسكم للحج. دابا عاد غادي يبدا الحج، يعني هادشي كله اللي درنا عمرة مقدمة ديال الحج، الآن غادي يبداو الحج. الإنسان الرجال والنساء بحال عاود يديروا عملية ديال الاغتسال والتطهر وينظف الإنسان الجسم ديالو تهيئا لأعمال الحج. سنة باش يتنظف الإنسان ومحتاج يتنظف فعلا، لأن أعمال الحج فيها خدمة، كاين الشمس كاين العرق كاين الخدمة كاين الغبار، فالإنسان كيهيئ البدن ديالو من البداية كأنها نوع من الحكمة، ولكن السنة هكا دايرة. بعد صلاة الفجر ديال 8 ديال الحجة كتصلي الفجر في المسجد الحرام مع الناس، من بعد الصلاة ديال الفجر راه غادي يهزوكم في الكيران باش يديوكم لمينا، يعني في ذاك الصباح ديال 8 ديال الحجة تلبي بالحج، غادي تدخل بالإحرام ديال الحج، غادي تحيد عاود الملابس ديالك بالنسبة للرجال، الجلال والخناضر يعني المخيط والمحيط، وتلبس عاود دوك الفصل اللي كانوا عندك من قبل، الرداء على كتفيك ونصيك الأعلى، والمئزر أو الإزار على نصيك الأدنى، وتشد بالمنطقة وتقول آنئذ لبيك اللهم حجة. هذه ماشي العمرة، هذا الحج، وهذا الركن الأول من أركان الحج. يعني هذه النية اللي كتعبر عنها بهذه التلبية هي الركن الأول من أركان الحج. كملنا العمرة، الركن الأول من أركان الحج لبيك اللهم حجة. اللي غادي يحج على شي واحد بالنيابة، باه مو خوه أو أي واحد اللي مكلفه أو هو يعني من راسه بغى يحج عليه، كيسميه يقول لبيك اللهم عن والدتي، يمكن له يقول تسميتها إن شاء إلى بغى، لبيك اللهم عن أخي فلان، لبيك اللهم عن والدي فلان، لبيك اللهم عن أخي أو أختي أو عمي أو جدي أو جدتي فلانة، وتسمي وتبدأ بالتلبية عود بعد ذلك العادية مباشرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من شرط النيابة أن الإنسان يكون الحجة ديال راسه، لا يجوز أن الإنسان مع عمره ما حج وغادي يحج دابا بالنيابة على شي واحد الصحابي لبى حدا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال لبيك اللهم عن شبرمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمه؟ قال له أخي، يعني كينوب عليه، قال له هل حججت عن نفسك؟ قال له لا، قال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمه. حج على راسك دابا هذا العام، وعام آخر إن شاء الله أو بعده حسب التيسير حج على أخوك أو على أبوك أو على أمك. لكن إذا كان قد سبق لك حج فعلا لذاتك يمكن لك تحج على اللي بغيت بالنيابة، وقلنا الشرط في ذلك الإهلال بتسمية النيابة، لبيك اللهم عن والدتي فلانة، وتنطلق وإلى على راسك كتقول غير لبيك اللهم حجة، راه غادي على راسك، لأنه ربي تعالى عرف شنو في نيتك، وهذه السنة ديال الصيغة. فإذا من بعد مباشرة راه إما أنكم كتركبوا أو الكيران واجدين أو مهم راك سياق السفر كتسافروا لميناء بضع كيلومترات، ماشي بعيد الحال ولكن شي حاجة بضع كيلومترات إلى ميناء، ياخذوكم بالحافلات، انت غادي في الحافلة رجال ونساء لبيك اللهم لبيك لبيك لا، تبدأوا التربية من جديد. ديك التربية اللي قطعناها بالدخول إلى مكة نبدأها بالخروج من مكة، احنا خارجين من مكة وغادين عند مولانا الكريم سبحانه اللي نادانا إلى ميناء وإلى عرفات وإلى مزدلفة، احنا غادين عنده سبحانه وتعالى بالتلبية، أي نستجيب ونؤدي هذا التعبير النبوي اللي فيه نوع من الطاعة والعبادة والأدب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توصل ميناء، ومن توصل ميناء ما تقطعش التلبية، إنما راه يمكن لك ترتاح
ترتاح باش تنزل ترتاح، يعني الراحة مفتوحة وبحيث تعيا سكت. ولكن ملي تلقى وجد تستأنف التلبية غادي تلاحظوا واحد الملاحظة عند الناس في ميناء ما كيلبيوش. هذا من السنة التي تركها الناس. قليل تسمع شي 3 4 الناس كيبداو يلبيو في وسط ميناء. لا، خص التلبية تكون في ميناء. هذاك النهار ديال 8 كله تلبية، كله تلبية، لا تنقطع التلبية. وتبقى التلبية حتى العرفة، وتبقى التلبية حتى المزدلفة، ما تنقطع التلبية حتى النهار 10 ذي الحجة ملي كترجع لميناء باش ترمي جمرة العقبة ديال نهار العيد، تما كتقطع التلبية. أما ما قبل رمي جمرة العقبة كله تلبية، لبي وارتاح لبي وارتاح بالليل وبالنهار سواء. إذن هذا الوقت كله تلبية. أنت في ميناء الآن غيحطوكم في الخيام، لأن ميناء فيها غير الخيام، يحطوكم في الخيام. الأعمال الأساسية عندك في ميناء هذا نهار 8 الفجر اللي هو الصبح راك صليته في مكة، باقي قدامك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم غادي تصليهم في ميناء. يمكنك تصلي في الخيمة ديالك، ولكن كاين واحد الجامع تما مهم مزيان تمشي تصلي فيه، سميتو مسجد الخيف. مسجد الخيف راه باين جامع متوسط الحجم وفيه 4 ديال الصنعات على الطريقة ديال المشارقة كيديروا المآذين كثار. هو كاين في اتجاه ديال الجمرات، في الجهه فاش كيرجموا ديك الجمرات في ذاك الاتجاه راه يبان، يعني لانه الجامع ما خفي شيء دونه. الخيام ما كيغطيو شيء الجامع، والصوامع باينه، المآذين طويله. اذا سير للجامع مزيان تشوف هذا الجامع هذا فيه سير. اش من سر في هذا الجامع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. هذا جامع مبارك، يعني 70 نبيا من الانبياء السابقين، واغلبهم قطعا من بني اسرائيل، لانهم اللي كان عندهم الانبياء كثار من بني اسرائيل. يعني الانبياء سيدنا داود، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يعني انبياء بني اسرائيل معروفين، يعني يحيى، زكريا، كلهم هذوك يتسمون ممن علمنا اسمائهم او لم نعلم اسمائهم. وهذه العباره ديال 70 في العربيه يعني احيانا كتدل على العدد من 1 حتى 70، واحيانا كتدل على الكثره، فقد يراد بهذا الحديث الكثره يعني 70. لكن من الأشياء اللي مهمة الآن هذه من باب يعني النصيحة والمعرفة، إذا عرفها بنادم حسن، ما عرفهاش راه ما كاين باس، يعني ماشي شي حاجة اللي ضروري يديرها. ولكن مزيان غادي تمشي تشوف الجمرات كيفاش دايرين، يعني ذاك الموضوع اللي كترجم فيهم سير شوفوا. ما كاين رجيم في 8 لا ما كاينش، ولكن تما كاين، تما غادي يكون في نهار 10 رمي جمرة العقبة، ونهار 11 12 13 أيام التشريق الثلاثة تما غادي يكون. وهذيك أيام التشريق وخاصة نهار 10 كاين زحام شديد، فباش تعرف كي دايره الجغرافية ديال البيئة والوضعية ديال الجمرات سير شوفها في ذاك نهار 8. ما عندك ما دير، ما عندك شغل، سير شوفها خاوية ما كاين حد فعلا. تلقى 3 4 الناس كيتساراو كيشوفوا، سير شوفها. فشنو هي بحال شي جفنة، واحد الحوض الأول وحده واحد الحوض الثاني وحده حوض ثالث، هما 3 ديال الحفاري، وفي وسط الحفره مفرغه بالبطون بالسيمه مفرغه، يعني بحال شي جفنه كبيره في وسطها واحد الساريه، واحد العمود الحجر مبني بالحجر، ساريه طويله عاليه، ولذلك طولوها باش داروا لها السفلي ديالها وداروا لها فوقي، يعني واحد القنطره من الفوق كيطلع الانسان عاود كيطل من الفوق، فكيلقى حوض بنينو من الفوق، كي لا رميت الحجره تما كتهبط حتى الحوض الثاني، باش لما كيكون الزحام شي كيرجم لتحت شي كيطلع يرجم لفوق باش كيسهلوا على الناس، وهو شيء حسن فعلا. اذا عندك الاولى اللي على مسجد الخيف، الا حسبنا بهذا الشكل هكذا راك دابا في ميناء ومسجد الخيف ها هو وحدك، يعني الاولى اللي على مسجد الخيف، والثانيه اللي هي الوسطانيه، والثالثه اللي هي جهه مكه، هذاك الاتجاه ديال مكه هي اللي كتسمى جمره العقبه، وهي اللي غادي ترجمها نهار العيد نهار 10. نهار 10 كترجموا غير وحده، هذيك الطرفانيه بمره لجهه مكه، كتعطي الظهر ديالك لمسجد الخيف وتخلي الاولى لا وتخلي الثانيه لا وتخلي الثالثه هي اللي عندك بها الغرض نهار العيد، الاخرين حتى نهار 11 و12 و13 بالنسبه اللي بغى يزيد 13. اذا كتعرف البيئه وتعرف الموضع كيفاش غادي دير، فهذه مجرد معلومه ما ترجم والو دابا. هذا راه نهار 8 غدا سميتو تسعود هو الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج، وفي الحديث الحج عرفه. علاش قال الحج عرفه؟ كيقول لك ودي ما عنده وقت الى فلفلك مشى ما فيه شيء اتساع، لان الطواف عندك الشهر كامل، طواف الإفاضة يعني مزيان يكون نهار 10، وإلا ما درتوش نهار 10 لا بأس بذلك، ما فيه لا فدية ولا وقت أخره. عندك شهر كامل كل ذي الحجة يمكن لك دير طواف الإفاضة، ولما دير طواف الإفاضة عندك السعي بين الصفا والمروة، فإذا عندك الوقت، الأركان كلها عندك الوقت ما عدا النية اللي خصها تكون لهيك في الميقات. وعرفة عندك نهار 9، لا قدر الله اللي يفلت له نهار 9 ضاع له الحج ديالو.
والحمد لله يعني الانسان عاده راه كيكون مع الجماعه ما غادي شيء، ان بعض الناس كيكون فيهم شويه ديال يعني الفضول، خاصه يعني بنادم اللي ما قاريش كيمشي بدا يتسالى بوحده ولا شي حاجه يتوضر كيصدق لا راسو في مكه، ونهار السعود مشى له الحج، نهار السعود خصو يجيبك في عرفه، وخاصه النصف الاخر من النهار، يعني من العصر حتى المغرب خاص تغرب عليك الشمس ديال نهار السعود في الوطيه ديال عرفه. اذا مشي غربت عليك الشمس نهار السعود في شي موضع اخر اللي ماشي هو عرفه الحج العام الجاي. ولذلك قال الحج عرفه، بحال كيقول لك ردوا البال لعرفه. ولهذا ايضا يعني ذكرت بانه الانسان ملي كيصبح النهار ديال السعود كتجي يعني الجهه اللي مسؤوله عليكم كتعزكم بالحافلات، ترى الامور منظمه، كتركبوا وتنطلقوا لعرفه. كتكون صليت الفجر الصبح والفجر، يعني الفجر الصلاه الاولى الفريضه الاولى بنافلتها كتكون صليتها في مينا نهار السعود في مينا، ومع يعني بدايه النهار راه كيهزكم باش تمشيوا لعرفه. اذا كيبقى قدامك في عرفه الظهر والعصر، المغرب والعشاء ما غاتقدرش تمشي في عرفه، عندك غير الظهر والعصر. كاين واحد المسجد تما في الحدود ديال عرفه، يعني شد على عرفه نيشان، لان شنو هي عرفه؟ هي واحد البطحه، واحد الوطيه كبيره تنتهي بجبال، من بينها هذاك الجبل اللي كيتسمى جبل الرحمه، فيه واحد الصخره كبيره طايحه في الارض، تما وقف النبي صلى الله عليه وسلم نهار عرفه حدا هذيك الحجره كتسمى يعني الصخره، والجبل كيتسمى جبل الرحمه. قلت إذن هذه الوطية تنتهي بمسجد سميتو مسجد نمرة، مسجد نمرة، راه الإمام تما كيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين في ركعتين كيقصر الصلاة وبالجمع، وكيخطب واحد الخطبة. فبالنسبة اللي يقدر يوصل تما يصلي مع الإمام شيء حسن ويسمع الخطبة ديال الإمام، ما قدر شيء لتعب في بدنه أو لمرض لا قدر الله أو لأي علة من العلال، واخا يكون غير التعب يجلس في الخيمة ديالو ويصلي الظهر والعصر تما جمعا وقصرا بلا خطبة بلا حتى شي حاجة ولا بأس بذلك. لكن اللي قادر وما عنده شيء مسؤوليات كثيرة ما متبعش معاه شي يعني واحد العدد من الناس أو مسؤول بعيالات أو كذا إلى آخره، يعني وهو بوحده مزيان يمشي تما، أو إذا كانت مرة قوية يعني يمكن لها تمشي راه كاين المحل ديال النساء ويصليوا كاملين في مسجد نمرة إذا استطاعوا لذلك سبيلا. جمع تقديم طبعا لأنه كيصليوا في الوقت ديال الظهر، كيصليوا معاه العصر، جمع تقديم نعم. فإذا حصل ذلك التجأ للخيمة ديالك، ما تجلسوا شيء في الشمس، خاصة إذا كان النهار مشمس، لأنك راك محتاج لصحتك، مازال عندك الخدمة في نهار عرفة نص نهار التالي، وغادي تحتاج الخدمة في مزدلفة، ومازال تحتاج الخدمة في مينا في رمي جمرة العقبة، ومازال باقي خدمة، مازال طواف الإفاضة، مازال كل شيء. ولذلك بنادم ما يبقاش يعني يغامر بالشمس ديالهم صعيبة حارة سبحان الله العظيم. فلذلك بنادم يحتاط، يعني يحتاط على الصحة ديالو، والكمال على الله ربي تعالى هو اللي كيحفظ، إنما ينسى يدير عودة الأسباب ديال الصحة وما يكونش متهور، فيمشي للخيمة ديالو يستريح. والخيام عادة كيديروا مكيفة يعني فيهم كليماتيزور مزيانين الحمد لله، فإذا كيجلس في الخيمة ديالو حتى لديك الوقت يعني تيبرد الحال شوية وتولي الشمس رطبة، يعني الوقت اللي كيسميوه الأصيل، يمكن له يخرج، يمكن له يجلس في الخيمة يدير يعني الوقفة ديال عرفة، يمكن له في الخيمة، يمكن له يخرج إلا قدر يخرج يعني، والشمس ديك الساعة ما كتضرش به ديال عز وجل. بغى يمشي لذاك المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرب له مزيان، إنما راه كيكون فيه الزحام شديد جدا، الزحام ما يدخلوش بنادم. كاين الشجر هذا شي شجرات يعني هما قلال ولكن موجودين في كل موضع، يمكن الانسان يوقف تحت واحد الشجره يستقبل القبله ويهز يديه على طريقه الابتهال، لان كاين الدعاء وكاين الابتهال. الدعاء ان ترفع يديك حذو منكبيك هكذا، والابتهال ان تمدهما، هذا في الحديث الصحيح. المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والابتهال أن تمدهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهار دعا ربه مبتهلا، أي رفع يديه بل مدهما مدا عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على ناقته، كان راكب على الناقة ديالو وهز يديه وشد الجم ديال الناقة بواحد اليد، وهو يدعو ربه مستغرق في الدعاء حتى سقط زمام أو لجام الناقة من يده، ذاك الجام ديال الناقة طاح من يده، من اللي طاح خلى واحد اليد مزوزة وديك اليد الأخرى هبطها شد الجام ديال الناقة وعاد هز يديه. هذا دل على الحرص ديال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى رفع يديه ومدهما مدا، وهو يسأل الله جل وعلا من فضله وكرمه عشية عرفة. هذاك الجبل اللي تما كيتزاحموا عليه الناس يطلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلع على هذاك الجبل، غير كيتزاحموا عليه الناس ويموتوا فيه، لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي قيمه هذاك طلوع الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماشي على رجليه، على الجمل، والجمل ما كيطلعش على الجبل،
إلى جانب الصخرة. الصخرة يعني من بكري يعلم الله اش من سنة باش تكون تحت من راس الجبل، تكركبت كما معروف عفاهم التعرية وهبطت لتحت، واحد الصخرة ضخمة حداها وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجي للطرف ديال المكان وشي يضل ويوقف، ولكن قلت توجه للقبلة. القبلة فين جاية؟ في عرفة، جاية في اتجاه الغروب، لأنه ديرها الكعبة، ما ديروش الميزان ديال المغرب ديما حلو. فتتجهون نحو القبلة وتسأل الله من فضل الدنيا وفضل الآخرة وحاجاتك جميعا حتى تغرب الشمس. تشوف الشمس بعينك راها كتنزل حتى تذوب بتاتا، يعني الوقت ديال المغرب ديال صلاة المغرب تما كتنتهي الوقفة ديال عرفة. ومعروف بأنه ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لأهل عرفة. يعني كيقول الملائكة أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. أي واحد طلب شي حاجة في عرفة ربي تعالى يعطيها له، وقد ثبت هذا في أحاديث كما ذكرت كثيرا. من بعد ما كتكمل الوقفة ديال عرفة مباشرة ترجع للكار ديالك والجماعة ديالك، ولذلك من الأحسن ما تبعدش بعيد بزاف عن الخيمة ديالك، لأن الناس راه كيتجلاو واخا قاري، لأنهم مكان متشابه بحال هذه الخيمة بحال هذه الخيمة بحال هذا الكار بحال هذا الكار، يعني راه كيوقع مشكل. وبنادم إلا ما عندوش القدرة باش يمشي على رجليه والصحة عيانة ما خصوش يغامر، مازال بعد اللي باقي صحيح حتى لا هرب الكار سير على رجليه. من المعقول لأنه مزدلفة قريبة، ولكن الناس كيمشيو على رجليهم كيروحوا، كاين الطريق واحد لا بيست دايرين لها الضواء وبروجيكتورات كبار، والشباب غادي يمشي على رجليهم، يعني واحد ما يكملش شي ساعة المكان حتى يوصل، ربما أقل من ساعة 45 دقيقة 40 دقيقة يوصلوا مزدلفة، وبالليل يعني ما كاين لا شمس لا والو. لكن الإنسان اللي ما يقدرش يمشي على رجليه يعني ما يغامرش نهائيا، يبقى قريب من الكار ديالو في الوقفة، ما يبعدش بزاف باش يعرف غير يكمل يعرفها الجماعة كاينة، لأن من بعد المغرب مباشرة كتقلع الحركة ديال الدفع إلى مزدلفة. كيروحوا الناس لمزدلفة، أتركب مع الجماعة ديالك وتمشي لمزدلفة. مزدلفة هي حتى هي واحد الوطية بطحاء بين جبلين كتباتوا فيها. راك ما مصليش المغرب، لأن المغرب ودنات عليك في عرفة، ما نصليهاش، ما خصكش تصلي في عرفة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، دار جمعة خير تقريبا ما غادي توصل مزدلفة مع الزحام والكيران كيمشيو غير بالخطوة يمشي شوية وقف، لأن كار حدا كار ما كيوصلوا الناس حتى كدوز العشاء. غير توصل مزدلفة هذيك الوطية غادي تنزل وتصلي المغرب والعشاء جمعة خير، المغرب والعشاء. كاين تما واحد المسجد بعيد مشعر الحرام، لكن يعني باش ما يتلفش بنادم هكذا يصلي مع الجماعه ديالو، يديروا جماعات ويصليو المغرب والعشاء جمعة تأخير. تما اشنو باقي الخدمه؟ النعاس، بنادم مزيان ينعس بكري لان غدا كاينه الخدمه، ومزيان تفيق بكري لان كاين الوقفه ديال المشعر الحرام في الفجر. فإذا الإنسان ينعس في هذيك الوطية تما، يمكن له ينعس الكار ديالو، يمكن له ينعس في الوطية، لا بأس بذلك كله. والصباح كينوض يصلي النافلة ديال الفجر ويصلي الفريضة ويشد اتجاه طبعا القبلة، راه صلى اتجاه القبلة. وراه كاين واحد الجامع تما مسجد المشعر الحرام اللي تذكر في القرآن الكريم، لأنه المشعر الحرام كانت عبارة عن كدية وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف في الاتجاه ديالها واخا توقف في الكار ديالك في وسطو وانت جالس، وترفع عود يديك بحال داكشي اللي درت في عرفة. كاين واحد الدعاء، يعني كاين لحظة ديال الدعاء، طلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة في المشعر الحرام. فإذا هذه الوقفة في المشعر الحرام مهمة. إذا كان شي واحد مريض لا قدر الله عيان كذا يمكن له يمشي من الليل، والنساء وكذا، ولكن عادة الإنسان يعني كنقول يعني في الحقيقة اللي مريض ولا شي حاجة، عادة الإنسان ما عنده فين يمشي لميناء بحال ميناء بحال تما، يعني وطيا. مع ذلك شي حالة اضطرارية فعلا اللي محتاج يمشي لمكة لا قدر الله مستشفى وكذا راه لا بأس، يمكن له ما يباتش الليلة تما. ولكن إذا ما عنده حتى شي عذر في الحقيقة خصو يبات تما، لأن المبيت تما يعني أقل ما يتقال فيه أنه سنة مؤكدة، وبعضهم قال هو واجب، وهذا هو الراجح لنا خصو يبات تما. فالصباح يقبض الطريق إذن مع الناس المينان، كنرجعوا للموضوع اللي كنا فيه في نهار 8 ديال الحجة، مينان اللي فيه الرجيم. أول خدمة عندنا كنوصلوا المينان مع الضحى. أول خدمة عندنا رمي جمرات العقبة. هذا رمي جمرات العقبة اللي قلنا هي الثالثة في اتجاه، إذا كنت في مسجد الخيف الأولى كتخليها، الثانية كتخليها، الثالثة في اتجاه القبلة، أي في اتجاه الكعبة، اتجاه الغروب، اتجاه الكعبة. الثالثة كترميها ب7 ديال الحصيات، يعني قد الحمصة، كل حجرة قد الحمصة أو قد الفولة، بين الحمصة وبين الفولة، يعني واحد الحجيرة متوسطة صغيرة يعني كالحدث. فكترمي 7 في هذاك الحوض. الشكل ديال الرمي كدير مكة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، لأنه دابا هي حوض يمكن لك ترميها من أي جهة. أحسن الجهات اللي هي يعني السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون بالشكل اللي القبلة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك. فما كاينش شي وضعيه اخرى اللي تكون يعني فيها نفس الاوصاف وراك في نفس المكان، لان اما تمشي في الجهه الاخرى غيولي مسجد الخيف على ظهرك، ما خصوش يجي على ظهرك، لا يجي على يمينك، او يجي مسجد الخيف قدامك، لا ما يجيش قدامك خصو يجي على يمينك
والكعبة على يسرك، الكعبة هي القبلة هي الغروب على يسرك، إذا راك ترمي هكذا 1 2 3 4 5 6 7 كل مرة كترمي تكبر الله أكبر. وراه هذه المدة كلها اللي كنحكي عليها فيها التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيمكن لك تلبي لما تكمل الرجم كتقطع التلبية، هنا كتنقطع التلبية ديال الحج، يعني برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية تلبية الحج. تلبية العمرة قلنا كتنقطع بالدخول إلى مكة، تلبية الحج تبتدئ بالخروج من مكة وتنقطع وتنتهي برمي جمرة العقبة، كتكمل تلبية ديك لبيك اللهم لبيك. وسائر الأيام لا عرفة لا مزدلفة لا مينا الأولى ديال 8 كلها وقت ديال التلبية. آنئذ من بعد ما كترمي هاد جمرة العقبة كتتجه للقبلة. اش معنى كتتجه للقبلة؟ هذاك الحوض اللي قدامك كتفوتو وتعطيه بالظهر، إلا عطيته بالظهر يعني وذاك اللي الجهه ديالي منك استقبلتها اذا راك شديت القبله. هز يديك وطلب الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره وسير. اذا كان الزحام ما توقفش، لان لو وقفت راه يصدموا عليك الناس. سير انت غادي وانت تطلب الله تعالى حتى رحمتك. طيب الوقت المفضل لرمي جمره العقبه اللي هي ديال 10 ذي الحجه نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى حتى الظهر. لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام، راه 4 مليون ديال الحجاج هذه وما هي إلا حفرة يتجمعوا عليها 4 مليون، شي كيقتلش، هنا كيموتوا الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شيء في الضحى ولا قبل الظهر، سير بحالك حتى تصلي الظهر ويجي. إلا صليت الظهر وجيت لهذه الجمرة هذه ما تلقى فيها حتى واحد، تنقول حتى واحد بالمبالغة، يعني 5 6 7 الناس، ما تلقى شيء زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى. وفعلا كتوقع المشاكل لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة. هذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شيء سنة وخطير فعلا، لأنه من التحت أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق. التحت كيتخنقوا الناس لأنه مغطية بقنطرة وهذه لا فلافر، هذوك فلافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هذو الملاين هذو ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعية أخطر من التحت، لأن شنو الفوق؟ الفوق عبارة عن قنطرة، وديك القنطرة فيها واحد السور صغير بالزحام الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من السور ليه، عادات كيوقع لهم هذه المشكلات. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من مزدلفة صباح 10، احنا جايين من مزدلفة صباح 10 ندخلوا لمينا غير نشوف الحالة ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمة ديالي ارتاح، يحطوك في الخيمة ديالك فيها الظل فيها الكليماتيزور مكيف الهواء، وارتاح مع راسك الضحى كله النهار كله حتى تصلي الظهر. ممكن دير واحد الحل وهو ان واحد يبدا يمشي يطل مرة ما يوصلش، غير يشوف من الباب شافها خفافت يعيط على الجماعة، ما خفافتش يبقاو تما في الخيمة حتى تصلي الظهر. صلي الظهر وسير ليها بإذن الله تلقاها خفيفة جدا. عندك العشية من بعد العصر أيضا، عندك الليل أيضا، يعني اللي عنده شي عذر عنده حتى الليل أيضا. الليل بالقطع لن تجد فيها أحدا البتة. ولذلك واحد العدد ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشية، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفعوا شي حد، حتى العشية برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها ومشروع. وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضرورة. وشرع الله واسع ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا ملي كترمي هذه الجمرة سواء رميتها الصباح أو في الظهر أو من بعد الظهر أو من بعد العصر أو حتى الليل، هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس، هذاك النهار عندك أعمال بعد ذلك كتنوي بلا راك كتذبح الهدي ديالك، لأنك أنت متمتع راه عليك الهدي، راك مخلصه، راه غير كتجي لمكة راه يعني ذوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس ولا كتمشي لراسك تمشي للبنك، راه كاينه كل الدنيا تما بناك كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت. فإذا كتنوي في نفسك راك في نهار 10 من بعد ما يعني رجمت جمرة العقبة راك ذبحت، من بعد ما كدير النية راك ذبحت كتمشي تحسن راسك. الرجل من الأحسن يكرر في راسه هذه المرة الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال طوبى للحالقين 3 مرات، عاد قالهم في الرابعة والمقصرين. يعني مزيان بنادم يكرر ماشي غير ينقص من شعره،
ما عدا إلا عنده شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة راه حتى التقصير جائز، يعني محلقين أو مقصرين كل ذلك صالح، ممكن كل واحد والظروف ديالو على كل حال. ولكن اللي بغى يعني يكون الذلة لله من الأحسن يكرف راسه. المرأة أيضا هنايا ما كتحلق ما كتقطع شعرها، إنما عاود قيد أنمولة، كتقطع واحد طريف صغير من الشعر ديالها كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عاود ذوك الفص، أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس ديالو العادي، هذا كيسميه التحلل الأصغر. يعني الآن صار في حل من كل شيء، يمكن له يدير الريحة، يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع، فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع، ولكن يكون تحلل الأصغر. طواف الإفاضة كيمكن له يديروا ذاك النهار ديال 10 وهو السنة، لكن إذا كان عنده شي ظرف معين لقى راسو عيا أو فيه سخانة لا قدر الله أو شي من هذا القبيل، أو أنه لقى زحام شديد ذاك النهار في البيت وما قدرش يطوف، يمكن له يأخره، لا بأس بذلك، يأخروا يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يعني ما حدو في شهر ذي الحجة، وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إذا لقات راسها حاضت مثلا، طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة وغادي تسنى حتى طهر، أو يعني حتى عندها شي عذر من هذا الأعذار، لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار 10 إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن، هذه هي السنة فعلا. فيمكن لهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذاك الشيء اللي بينا في العمرة ما كاين تفرق، إنما فيه حاجة واحدة، ما فيه شيء الاضطباع، ما يعري شيء يكتفو، ما في وديك الجرية لا يرمل في الأشواط الثلاثة، وإنما يسعى، يعني كيمشي 7 المرات، ومن بعد ما كيسعى 7 المرات كيصلي يمر مقام إبراهيم ويسلم على الحجر الأسود كالعادة ويشرب زمزم ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة بين أي طواف، يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة، يعني تكمل هذا خصك تشد هذا، فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا، يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، وهذا الشيء بينا في العمرة حرفيا كيعاود يديروا الحج هو نفسه كيعاودوا. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه ولم يبقى له إلا المبيت بمنى ليالي التشريق. عنده 2 النهارات 2 ليلات واجبين، ليلة ديال 11 وليلة ديال 12 و13 إن شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شيء 13 لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا لما كمل احنا باقيين كل شيء هذه الخدمه ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الإفاضة خصو يرجع لمينا، يبات في مينا ديك الليله ديال 10 الصباح 11 عنده قلنا 11 12 13 يدوزون في مينا، يمكن له يدير 11 12 عشيه ديال 12 يروح بحال لمكه يكمل ما يزيدش 13 الا بغى ما كاين باس. شنو كيدير في هذه الايام الثلاثه الا دوز 3 ايام او في اليومين الا دوز يومين في مينا؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس والخدمه ديال الحج، يعني الكماله ديال الحج التتمات، وهي من الاعمال الواجبه الا مشى لا ماشي ركن لا واجبه، يعني لان الركن ما كيتجبرش والواجب الى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر يذبح يجبر بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. اذا هذاك النهار ديال 11 12 13 هذه الايام هذه عنده خدمه واحده، وهي هذوك 3 ديال الاحواض 3 ديال الاحفاري 3 ديال الاحفاري، هذه راه ما كيكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمره نهار العيد ديك ديال 10 جمره العقبه بوحدها، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لانه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزوه هما غير 10. يعني عندك 7 ديال الحصيات لديك الحفرة الأولى، و7 ديال الحصيات للحفرة الثانية، و7 ديال الحصيات للحفرة الثالثة. كل حفرة كترمي فيها حصية تكبر الله أكبر وترمي وحدة، وخصك تشوف الحجيرة ديالك بأنها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، إلا مشاتي ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش ما شدتش النيشان عاودها، ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر، واحسب يعني احسب 1 2 3 يعني الله أكبر، احسب بيديك أو شي طريقة من الطرق باش تعرف راك درت 7 ما درت شي 8 ولا ما درت شي 6 أو 5. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه 7 ديال الحصيات كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يديك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد الثانية عاود ترجمها ب7 بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يديك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد الثالثة نعم
لا غتبدا بالأول، هذا غدير فيه الترتيب. هذا ديال 11 12 13 اللي كتسمى أيام التشريق، غدير الترتيب كتسمى الصغرى والوسطى والكبرى. يعني الأولى اللي قدامك في الترتيب اللي جات قدامك راه هي الأولى. نعم اللي جات قدامك هي الأولى. دابا راك في مينن غتجي قدامك هي الصغرى هي الأولى قدامك، والوسطى والكبرى هي الأخرى اللي هي جمرة العقبة. لأن فعلا عندك الصح نهار 10 الأولى ما كترجمهاش والثانية ما كترجمهاش، كتمشي حتى للثالثة. لا دابا الآن في نهار 11 12 13 كترجمهم كاملين وتشدهم الترتيب، تبدا بالأولى تكملها، ترجع للثانية تكملها وتمشي للثالثة. إذن الأولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانية من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثة من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء، ثبت الطريق. لأنه هذيك هي السنة، وثانيا هذاك راه طريق خوي الموضع للناس باش الناس كيمشيو. إذن هذا الخدمة ديال النهار الأول. فوقاش كترجم؟ من بعد الظهر. يعني السنة ديال جمرة العقبة نهار العيد كترجم السنة قبل الظهر ويجوز بعد الظهر. قلنا حتى اللي هذه السنة ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر، وتسمع الأذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت عاد تمشي ليها. يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الأذان. والوقت كله العشية كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتأكيد ما فيهاش الزحام. هذا 11 12 13 ما فيهم زحام. واللي خلى كاع يعني يقولوا حتى من بعد العصر يعني تقريبا لا يكاد يجد أحدا. بعد العصر كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم. لا نهار 11 ولا 12 يعني ايام التشريق راه ما فيهاش مشكل. راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10، والناس كيشددوا على رسول ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قدش قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاك شيء من بعد الظهر قدامك الليل. فاذا هذه هي الاعمال ديال ايام التشريق، كترجم من بعد الزوال من بعد صلاه الظهر او من بعد الاذان ديال الظهر، يعني النهار 11 ونهار 12 ونهار 13 اللي زاد نهار 13. انما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشيه ديال 12 قبل ما تغرب الشمس. راه الا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس مينا خصو يزيد 13، ما عدا في حاله واحده، الا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس، ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ولد المغرب، لا باس بذلك، لان من اللي ركب ولا محسوب على مكه بقاش محسوب على مينا، لان ماشي الامور ماشي بيده. وفعلا كما بحال كيكون الزحام ما كيقلعش داك الشيء حتى كيود المغرب عليك، ما عليك ما دير. فالمشكل هو مازال مالك باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره تودن عليك المغرب، ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه الساعه بين الصفا والمروه انتهى الحج، هذيك الساعة كتروحوا لمكة، اش كيبقى قدامك؟ كتبقى الصلوات الخمس، يمكن يعطيكم نهار يومين 3 أيام 10 أيام على حسب نظام الرحلة في مكة، ما حدك في مكة وانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام. النهار يقولوا لكم اليوم غادي نقلعوا او غدا غادي نقلعوا، عندك واحد الخدمة سميتها طواف الوداع، آخر عهد بينك وبين المسجد الحرام، تودع المسجد الحرام بطواف الوداع، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروة، في غير طواف 7 الأشواط وسير في حالك الله يجعل بركة. هذاك هو وداع ديال البلاد كلها، وكتمشي نيشان للسيارة أو الكار باش تمشيو في حالكم للزيارة المسجد النبوي في المدينة، أو كترجعوا للطائرة اللي كانوا يسبقوا الزيارة كترجعوا لجدة باش تركبوا في الطائرة. خلال هذا الشيء كله كاين واحد الطواف كيتسمى طواف التطوع. طواف التطوع يعني فين ما رشقلك بالليل بالنهار بالضحى قبل الفجر من بعد الفجر في 2 في الليل 3 في الليل، في أي لحظة من اللحظات شئت ووجدت نشاطا في بدنك لك أن تطوف طواف تطوع. إنما طواف التطوع عنده شروط. شنو هي الشروط ديالو؟ 7. كي دير 3 تقول بركة عليه، ماشي واحد كيقول هذه الخدمة هذه يدير 5 بركة، لا 7. درت الطواف ودير الطواف بحقه وطريقه، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروة، لا غير الطواف تطوف لا ما كاين إحرام، بالثوب ديالك العادي لبس المخيط. الإحرام فضينا منه نهار 10. نهار 10 احنا قلنا حسنت راسك قلعت حوايجك. طواف الإفاضة اللي ركن من أركان الحج كديروا بحوايجك العاديين، ما كديروا شيء بالإحرام. كاينه واحد النزيلة فقهية، كيمكن انت كتطوف سواء كان طواف تطوع ولا فرض أو ركن من الأركان اللي هو طواف الإفاضة، ويودن الصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، شوف الظروف فاش جرتك انت. هذيك الساعة من بعد الأذان كتكمل الطواف ديالك كتزيد حتى تقام الصلاة. ملي تقام الصلاة الموضع فاش راك وقف، لأنه المسجد داك الصحن كله كيولي صفوف، ما ترفد شيء لهم الصف كي غادي يوقع له. الموضع فاش راك تلقى راسك راك في الصف، مشكل تلقائي يمكن كاع تزيد واحد الخطوة لقدام ولا خطوة لورا انت في الصف، فتصلي في موضعك الفريضة. لما يقولوا السلام عليكم كمل الطواف ديالك على الحساب اللي عندك 5 زيد 6 7، عندك 3 زيد كمل، عندك 4 ونص كمل النص، يعني حيثما أنت فأنت في عدك الذي كنت فيه. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.